بما ان كلنا بنحب الفسيخ وبجد الطعم والريحة بتفرق معانا قوي ونضافته بتفرق. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص، وهنعمل بسعر الكيلو من برا اللي هو ب400-300 جنيه. هنعمل 3-4 كيلو في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. معاكم توتة من مطبخ حلو وحادق. لو اول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واعملولنا كومنت قمر ادعموني فيه عشان استمر، وان شاء الله هننزل وصفات قمر قوي. ويلا بينا نشوف معانا ايه ونشوف انا عملت الفسيخ ازاي. بصي طعمه وريحته تحفة بجد، انا مش قادرة اقاوم من كتر ما هو جميل جميل قوي. وانا فتحت عليه وهعرفك في اخر الفيديو او في نص الفيديو هقولك احنا قعدناه قد ايه. دلوقتي احنا معانا السمك بتاعنا، انا جبته من البياع وهنحط مصفى في الحوض. اي سمك تغسليه لازم تحطيله مصفى، وننزل بسمكة سمكة مع بعض. ثواني، ايوه ننزل واحدة واحدة كده. بعد كده هنغسل النخاشيش بتاعته كويس قوي. وانتي حاولي اللي انتي ما تدوسيش على السمكية جامد قوي، او ايه يعني ما تدوسيش عليها اللي انتي مثلا تطلعي منها حاجة او كده، لا احنا عايزينها زي ما هي، ننزل البكتيريا بس منها. ناخد سمكة سمكة واحدة واحدة. دايما وانتي بتجيبي السمك بتاعك حاولي ان انتي تدوسي عليه، حاولي ان ايدك ما تغرس، يعني انتي تشيلي ايدك ما يكونش غرس. بصي يكون بالنظافة ديت ويكون احمر كده، اعرفي ان هو صابح وممتاز. تحطي 3 صوابع عليه، اوريكي دلوقتي تحطي 3 صوابع، ايوه تحطيهم كده، معنى كده ان هو صالح اللي انتي تعمليه فسيخ. وتدوسي دوسي عليه كده، اوعي ايدك تغرس، لو ايدك غرست السمكة ديت مش صابحة وما تنفعش للفسيخة بتاعتك. ننزل بقى السمك واحدة واحدة. ده سمك بوري، تروحي للبياع تقوليله انا عايزة سمك بوري، وتشوفي عينه تكون مبرقة قوي كده، ما تكونش عينيه دبلانة، ما يكونش بيغرز، ما يكونش يكون برضو اللي انت تحطي 3 صوابع كده، معنى كده ان السمكة صالحة اللي انت تعمليها فسيخة وتبقى زي القمر. دلوقتي احنا نزلناه وبعد ما عملته كويس قوي. بص السمكية نضيفة نضيفة نضيفة. هنجيب مصفى ديت بتبقى موجودة في اي بيت طبيعي، اللي هي بتبقى جاية مع طقم الحلل ده، وهنحطها كده وننزل سمكية سمكية فيها، ونسيبه حوالي مثلا يوم كامل، حوالي 12 ساعة. او المصفى اللي انا وريتها لك دلوقتي دي او دي، ممكن ديت تنفع او دي تنفع. دلوقتي انا هصفي السمك، هنزله على راسه كده عشان ينزل اي مية فيه، عشان السمكة بتاعتك ما تفسدش وانتي بتعمليها فسيخ. وانتي بتخلليها كده احنا لازم نعمل الحركة ديت. حاولي على قد ما تقدري، مثلا انتي ممكن تحطي طبق في النص، تحطي اي حاجة عشان تثبتي السمكة بالشكل ده. ودلوقتي هنرص مع بعض واحدة واحدة. انا بقعد ارصهم واحدة واحدة كده، هي محتاجة شوية صبر معلش، بس احنا لو ما عملناش الطريقة ديت، ما عملناش الحركة ديت مش هتنفع خالص. لو وصله اي مية، المية دي بتبقى بكتيريا، احنا مش عايزين كده. بعد كده ممكن تحطيه في التلاجة، ممكن تحطيه برا، تسيبيه برا. بس لو انتي في الصيف او كده، احنا الايام ديت حر والدنيا صعبة. انا دلوقتي بعد ما سبته حوالي 12 ساعة، انا سبته 12 ساعة بالظبط وبقى بالشكل ده. انا زي ما قلتلك عشان الدنيا حر فبلاش حطيه في التلاجة بتاعتك. انا حطيته في التلاجة حوالي 12 ساعة. ولازم ان انت تعمليله مساج كده، واحدة 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 واحدة، عشان السمكية بتاعتك تبقى مظبوطة. ما تخافيش لو نشف مثلا او كده، لا هو ما نشفش ولا حاجة، هو محتاج بس انت تعمليه مساج وحاسبي لايدك تتعور واحدة واحدة. اللهم صل على النبي. تدوسي عليها كده بس حاسبي اللي انت يعني ما تدوسيش جامد قوي علشان ما تفتحش منك، ما يحصلوش اي حاجه. في نفس الوقت خلي بالك من ايدك وربنا يستر عليكم. يلا نعمل فيه كده اهوت، وقعدنا نعمله زي مساج. جبت مناديل، جاهزين مناديل او هحط بقى سمكيه مناديل المطبخ بتبقى جميله قوي. انا جايبه المناديل ديت، ما هي مناديل المطبخ العاديه خالص، او ممكن تجيبي فوطه بس تكون فوطه يعني في استعمال شخصي ولا الكلام ده كله، لا تكون استعمال للمطبخ بس وتكون ناشفه قوي. اقعدي نشفي او مناديل زي ما انا جبت كده. خراشيم
هنجيب بقى المنديل ده ونعمل في النغشيش في من اي دم جوه. يطلع، عشان الدم ده نقعد يعمل لي نعملي جوه بكتيريا. كده، بس احنا مش عايزين متبقاش بكتيريا جامد قوي خالص، ولا عايزين عشان اي حاجه الراس بتاعته ما تبقى تتعملش. وحشه. احنا عايزين حاجاتنا تبقى جميله، بصي واحده واحده ما انت نضيعش تطلعي فلوسنا الدم منه. يطلع احلى من بره ان شاء الله. تعملي اي حاجه انا قولي ما بدوس شاء الله، كده اللهم صل واحده على النبي، واحده بسم الله ما شاء واحده الله. واحده على اللهم الهادي، بارك وهكذا. بس لازم ان انا اطلع جاهزين منه بيه؟ الدم. جاهزين بس بيه؟ احنا عشان عملنا الحركه اللي احنا خلينا المصفى، خلينا الراس تبقى في ودي بقى كل المصفى كده السمك من بتاعي تحت. بالشكل ده كده اهو. ديت الحركه دي جميله قوي، خلت بصي السمكيه نفسها حتى ما احنا تنزلش بنحط نشف نقطه كويس ميه، قوي. يعني حتى النغشيش من جوه مش منزله نقطه ميه. بصي حتى بسم الله ما النقط شاء الله، بسيطه قوي، يعني مش للدرجه اللي هي او دم كتير. واحده واحده كده تقعدي تعملي واحده واحده لحد ما تخلصي الكميه بتاعتك كلها. ولو فوطه بتبقى جميله قوي، بس تكون فوطه نظيفه، يعني محدش يكون استعملها مثلا يكونش فيها اي استعمال. المناديل برضو بتبقى صحيه وبتبقى نظيفه دلوقتي بعد اكتر ما من نحطهم الفوط، حطيتهم في يعني طبق انت كبير ممكن بالشكل ده. تجيبي فوطه معانا وكل ايه؟ حاجه، بس مناديل اكتر. معايا 3 كوبايات ملح دلوقتي بالشكل انا ده، ملح هنجيب خشن. معانا ايه؟ بصي اللي هو من النوع ده كده. معايا انا بجيبه من عند اي عطار، يعني هو مش هيعدي 10 جنيه، من 5 جنيه وطلع. انا جايبه 3 كوبايات، جايبه معلقتين كركم كبار، معلقتين شطه كبار. عايزه تحطي شطه بس يعني لو ما بتحبهاش على الاقل حطي معلقه علشان ما يدوتش منك لا قدر الله. بصي الكركم ده جميل قوي 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 قوي، بيخلي لونه كده ولا كانك جايباه من بره، واحلى كمان. معانا شنطه كبيره، معانا شنطه فتحناها بالشكل ده. ونخلط الاول دول. الكركم بتاعنا بس ايدك او بغيرك، بفضل ان انا استعمل ايدي احسن. نخش بقى كده، ونجيب سمكه سمكه، نعمل الخراشيم كده اهو. اهم حاجه تملي الخراشيم، اهم حاجه تملي الخراشيم. بصي اهو، افتحي من هنا كده بقه، افتحي بقها كده اهو، حطي جواها. انا بجد بعمله بيطلع بألف هنا، بجد بيبقى خرافه، اللهم بارك. يبقى جميل 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 ان شاء الله. انت مجربيه قولي انه طلع زي القمر. ممكن احط رشه زيت بسيطه قوي على الخلطه بتاعتي عشان يمسك كده في الجلد. هنعمل كده اهو، شوف انا محتاجه تاني نديها. هنكرر بقى تاني. بصي كده اهو، افتحي بقها زي ما قلنا، تظبطيها كأنك بتظبطي بطايه كده. هنحط واحده عكس واحده، يعني بصي ده الديل بتاعها حطينا قصادها راس، ده الديل بتاعها حطينا قصادها راس. نكرر بقى الكميه بتاعتي كلها بالشكل ده. نعمل واحده مع بعض، اخر واحده، واعمل كله بقى ونرجع للتاني. نعمل دي مع بعض. انت حطي ملح عادي، ما تخافيش، هو مش هيملح خالص. وانا هقول لك تحطيه تقعديه مده قد ايه عشان ما يملحش، يعني هقول لك برده تبقى المتوسط بتاعه قد ايه ونقعد قد ايه، هقول لك كل حاجه. بس بعد ما نغلفه مع بعض. بصي خلاص بقى الكميه بتاعتي وارجع تاني نعكسها. ودلوقتي انا حطيته كله اهو في الشنطه، ودلوقتي خلصت كله، واتبقى شويه ملح على شويه كركم على شويه شطه، حطيت عليهم بهار. دول هنرشهم من فوق خالص بالشكل ده. انت ممكن تقسميهم على شنطتين، بس انا بحب ان هم يبقوا في شنطه واحده. لو انت مش متوفر عندك شنطه كبيره مش مهم، متوقفيش رميتي فيها. انا معايا جردل، معايا جردل ده اكيد كلكم عارفينه، اللي هو بيبقى بتاع الجبن، بيبقى مكتوب عليه جبن وكده، اللي هو بيبقى الجبنه والعادي ده. انا هغلفه كويس قوي، يطلع جوه الشنطه. جوه الشنطه اهم حاجه ما يكونش فيه هوا، يعني مفيش هوا خالص، اكتميه كتمه السنين.
بس انا كنت عملته قوي كده بالشكل ده. نجهز الشنطه تاني. اهم حاجه بيضه، لكن بعد كده عايز تحط في الشنطه صودا بقى. نجيب بقى شنط تاني الاسترتش بتاعنا. بيقعد بقى قد ايه يا ست البنات؟ اللحظه اللي كلنا اكيد مستنيينها. بيقعد 15 يوم اول على الاخر. انت مثلا لو عايزاه يكون ملح بتاع مرضى الضغط بتسيبيه 10 ايام بس، انما لو انت مثلا عايزاه يكون ملح متوسط اللي احنا بنشتريه من بره 16 يوم. لو انت بقى عايزاه مالح قوي حطيه 20 يوم، وهكذا. هو 20 يوم لو انت عايزاه مالح قوي، انما مش عايزاه مالح هو 15 يوم. انا عن نفسي بعمله ما شاء الله كل مره بسيبه 15 يوم بس، والفه بالاسترتش كويس قوي. دلوقتي لفيته بالشكل الجميل ده، خليتلوش نفس خالص. هو ده اللي احنا محتاجينه، اللي احنا مش عايزين نفس ولا عايزين هوا يدخله. هسيبه بالظبط 15 يوم علشان تفتكري. اكتبي التاريخ، يعني انتي مثلا النهارده يوم كذا، هسيبه اسبوعين اللي هما 15 يوم. اسبوعين ويوم يبقوا 15 يوم، فهتكتبي اكتبي عليه. انا دلوقتي هكتب عليه وهسيبه بقى في الجردل بتاعه مع نفسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب